مساء الخير. هعمل معاكم النهاردة الفتة بطريقة سهلة وبسيطة، وحاجات هتفرق قوي في الطعم هنعرفها مع بعض النهاردة، وان شاء الله تطلع بالشكل الجميل والطعم الروعة ده. لو اول مرة بقى تتفرجوا ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، وكمان تدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنبتدي بيها نسلق اللحمة. معايا حلة على النار، حطيت فيها كده معلقتين من السمنة عشان اللحمة اللي معايا موزة ما فيهاش دهون كتير، فحطيت معلقتين كده من السمنة، وكمان كان فص مستكة، ودوبت المستكة ونزلت باللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هديها صدمة كده في الاول. ومعايا هنا توابل مجففة، اللي هي حبهان، وكمان كباب صيني او البهار الحلو، وفلفل اسود حب، وورق لوري، وفصين من القرنفل. سبتها لما اتأكدت ان هي من تحت خلاص فكت ما بقتش لازقة. هبتدي بقى اقلبها كده على الوش التاني بنفس الطريقة كده اهو بنفس الشكل. معايا بقى جزرة شرايح، وكمان بصلة ارباع، وكمان طماطمية كده ارباع. هقوم مقلبة الخضار مع اللحمة بالشكل كده، هديهم تقليبة لحد ما اشم بقى ريحة الخضار. شايفين بقى اللحمة اتشوحت معايا ازاي، وشكلها بقى بجد روعة، والريحة كمان كانت حلوة جدا في الوقت ده. هكون بقى مجهزة مية مغلية، لازم ضروري ننزل عليها بمية مغلية علشان ما تاخدش معانا في السوا وقت، وكمان ما تبقاش بتشد وتبقى ناعمة وبتدوب معانا في الاكل. نزلت عليها كده من المية المغلية، وهغطي عليها اول 5 دقايق بس كده على نار عالية، وبعدين هوطي النار واسيبها تستوي بقى براحتها. كده خلاص كانت اللحمه استوت معايا، وضفت لها معلقه من الملح. تظبطوا الملح زي ما انتوا عايزين. شايفين لون الشوربه زي غروب الشمس كده بالظبط. بجد شكلها كان روعه، وريحتها وطعمها كانوا اروع. هنيجي بقى بعد كده ما اللحمه استوت، هبتدي ان انا اعمل العيش معاكم. هقطعه كده بالمقص شرايح، وبعد كده مكعبات صغيره. حاولوا تقطعوه صغير علشان يبقى على قد المعلقة، ما يبقاش القطعة كبيرة قوي، بيبقى شكله مش حلو، كمان ما بيبقاش سهل كمان في الاكل. بقطعه كده شرايح اهوت، وبعد كده مكعبات صغيرة. انا كنت عاملة كمية كبيرة علشان احنا بنحب ناكله محمص كده، يعني تقدروا تعملوا الكمية اللي تفضلوها. بعد الخطوة دي هجيب بقى معايا هنا فص من الثوم، هفرمه كده، وكمان نص معلقة ملح، ونص معلقة كزبرة وبابريكا وكمون. الخلطة دي هتدي للعيش طعم ولون بجد تحفة، وكمان معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت. هقلب كده كل ده مع بعض، ده اللي هيخلي لون العيش معايا تحفة، وكمان هيبقى مقرمش وحلو جدا. هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هحطه كده لصاج في الفرن، وكل يعني بين كل شوية هبدأ ان انا اقلبه كده بالمعلقة عشان اتأكد ان هو بيتحمص كله من جميع الجهات. قلبته كده كويس، واتشرب كويس جدا من الخلطة اللي احنا عملناها، وكده اتحمص وطلعته من الفرن مقرمش جدا جدا، وكان بصراحة طعمه حلو قوي. هنيجي بقى للرز. معايا برضو معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت، فصين حبهان، 2 ورق لوري، فصين قرنفل، وكمان فصين مستكة. قلبتهم كده لحد ما سخنوا وشميت ريحتهم. نزلت عليهم 3 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي. وخطوة أساسية في رز الفتة، لازم يتشوح كويس جدا 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 في السمنة، ضروري علشان يبقى مفلفل وحلو قوي. وكمان ضفت الملح اهوت، معلقة من الملح، ده بيساعد ان هو يتبخر، اي سوائل فيه تتبخر، وكمان يشرب كويس قوي من السمنة.
اهو ببتدي ان انا اقلب فيه كده اهوت. التقليب دوت بيخليه مفلفل وحلو جدا. هنزل عليه برضو بمية مغلية، بغطي الرز بعد الرز بحاجة بسيطة كده، بعقلة صباع زي ما بيقولوا اهو بالشكل دوت. وهغطي عليه واسيبه اول كام دقيقة كده على نار عالية، وبعد كده بوطي النار. كده كان استوى معايا، شايفينه عامل ازاي، وكمان كان سخن. لما برد كان مفلفل اكتر. هنشوف مع بعض في اخر الفيديو. بجد روعة وريحة وطعم، يعني مش قادرة اوصف لكم. ان شاء الله تجربوا الفتة بالطريقة دي وتعجبكم. نيجي بقى للصلصة. عملت جبت حلة على النار، فيها بقى معلقتين كبار كده من الزيت، وكمان معلقة كبيرة مليانة من الثوم المفروم. اول ما الثوم يبتدي ان هو يتحمر، هنزل عليه بنص معلقة صغيرة كده من الكزبرة اهو بالشكل ده كده. وهديها بقى تقليبة لحد ما اشوف ان الثوم بقى لونه ذهبي اهو كده زي ما انتم شايفين. ومجهزة معايا بقى هنا لتر من الطماطم، عليه معلقة كبيرة من الصلصة ورشة من السكر، ومصفيهم. ونزلت على الثوم في الاول بمعلقة صغيرة كده من الخل، طبعا عشان فتة بالخل والثوم فلازم نحط فيها خل. ونزلت بالصلصة. اول ما غليت غلوتين هبدأ ان انا احط التوابل، معلقة ملح، وكمان معلقة من الكمون، وكزبرة حطيناها في الاول، ومعلقة من الفلفل الاسود. دي كلها معالق صغيرة. هقلبها واوطي النار واسيبها بقى تتسبك او تستوي كده براحتها على نار هادية. هنعمل بقى الصلصة البيضة. معايا كده طاسة وفيها معلقة كبيرة من الزيت، وكنت شايلة معلقة صغيرة من الثوم على جنب. هبتدي ان انا احمر الثوم كده فيها بالشكل ده. بعد ما حسيت برضو ان هو خلاص هيتحمر، نزلت عليه بنص معلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان معلقة صغيرة كده من الخل. انا مش بكتر خل اوي عشان الخل ده تركيزه عالي. لو الخل بتاعكم مش قوي ممكن تحطوا لحد ما الطعم يظبط. ورشة من الملح. وهنزل بقى عليها ب3 مغارف كده من الشوربة اللي احنا عملناها، وهسيبها تغلي على النار كده. دي الصلصة البيضة. هنيجي بقى هنا للحمة. معايا طاسة حطيت فيها معلقة كده كبيرة من السمنة، وهنزل فيها شرايح اللحمة او قطع اللحمة عندي عشان نديها تحميرة كده بقى من الوش. هي لونها اصلا جميل من غير حاجة، بس ده بيدي تيست للحمة كده في الاخر حاجة. واديتها رشة من الملح، وكمان رشة من الفلفل الاسود. هقلبها على الجنب التاني وهكرر نفس العملية. الريحة والطعم روعة. جبت بقى كده بايركس عندي او اي صينية، وهبتدي ان انا اطبق الفتة عندي. حطيت شوية كده من العيش ومغرفة واحدة بس من الشوربة. احنا مش بنحب العيش يكون مسقي شوربة كتير. بعد كده نزلت بقى بالرز. شايفين الرز وجماله، الماظ مش رز يا جماعة، رز بجد ابيض ومفلفل. تقدروا تسقوه بالشوربة، بس انا ما بحبش اسقي اي رز باي شوربة ايا كانت، فراخ او لحمة. بحب الرز يبقى لونه ابيض كده وجميل. وحطيت شوية عيش كده على الاطراف للشكل، وكمان برضو للاكل او حطيت عليهم مغرفة من الشوربة. وابتديت ان انا احط الصلصة كده في نص البايركس. تقدروا يعني تعملوا الخطوة دي زي ما انتوا عايزين في التقديم. وكمان اديت شوية صلصة كده على العيش نفسه اللي على الاطراف دوت. وهرص بقى اللحمة. شايفين اللحمة بعد ما اتحمرت بجد بقت روعة. واديتها رشة كده من الصلصة. الخطوة دي ممكن نولع الشواية ونحطها تحت الشواية كده 3-4 دقايق. كل حاجة بتسخن مع بعض، وبرده اللحمة بتاخد تحميصة كمان بتبقى روعة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.